دخلت الحكومة بيته يفتشوا في كل ورقة على المكتب وفي كل الكتب اللي في المكتبة بتاعة أبونا. رموها على الأرض. فسألتهم زوجة أبونا: انتوا عايزين ايه؟ قالوا لها عايزين الأسلحة. قالت لهم أسلحة؟ احنا عندنا الصليب الكبير ده، هو السلاح بتاعنا وما عندناش غيره. بصوا لها جامد ورجعوا يدوروا على أي حاجة تاني، وواحد منهم قال لقيناها خلاص. فبصت زوجة أبونا ولقيتهم ماسكين ورقة من أوراق أبونا اللي على المكتب، والورق ده كان أصول المحاضرات اللي كان بيدرسها أبونا بولس. ومحاضرات اللي كاتبها أبونا دي عبارة عن محاضرات في العقيدة. وراحت كملت الزوجة وقالت لهم: طب انتوا بتدوروا على شرايط؟ تعالوا اهي، في علبة كرتون فيها 180 شريط. راحوا أخدوها لأنهم كانوا بيدوروا على أي تهمة يلفقوها لأبونا. ومن هنا تبدأ الحكاية. أبونا بولس باسيلي كان عضو في مجلس الشعب، وكان معروف جدا عند القيادات. ووقت ما اتقبض عليه كان في مصيف أبو قير على بعد ساعة من اسكندرية. أبونا بنفسه بيقول: دق على بابي زائر الفجر، وكنت فاكر إنه زوار الفجر خلصوا خلاص من زمان. فقت من نومي، رحت فتحت الباب، لقيت قدامي جيش معرم من الضباط والعساكر ورجال المباحث على كل درجة سلم في بيتي عسكري. وقدامي أول ما فتحت 2 ضباط بهدومهم البيضة، وأنا أشهد إنهم كانوا في غاية الأدب والخجل. كانوا عارفيني من مجلس الشعب، وعارفين إني أنا مش مجرم ولا حتى تاجر مخدرات ولا سارق ولا حتى متهم في جناية من جنايات القتل، لكن هما مأمورين إن هما يعملوا كده. وكمل كلامه أبونا بولس وقال: استأذنوني. وقالوا لي: لو سمحت البس هدومك وانزل معانا. راح رد أبونا عليهم وقال: طب أنا هروح لفين؟ قالوا له: إحنا ما نعرفش. دي كانت إجابتهم. فعلا أبونا لبس هدومه بسرعة وأخد شنطة صغيرة فيها هدوم خفيفة. ويكمل كلامه أبونا بولس ويقول: رحت لمديرية أمن اسكندرية، استنيت هناك 4 ساعات لغاية ما الشمس طلعت، وهم أخدوني على الفجر. جابوا لي عربية جيب ما كانش فيها إلا كرسي واحد. نزلت على سلم المديرية، طلع قدامي عسكري وحط في إيديا كلبشات الحديد، فأنا زعقت فيه. فالعساكر قالوا: لا، إحنا هنفك الحديد ده. حرموني من إني أتشبه ببولس الرسول اللي اتحط في إيديه السلاسل. وعلى الساعة 10 بدأت مع العساكر رحلتي. رحت قلت لهم: هو إحنا رايحين فين يا جماعة؟ لكن محدش فيهم جاوب. كنا داخلين كده على بوابات القاهرة، قدامنا عربية بوليس نجدة، وورايا عربية أمن مركزي، وكأن الملك فاروق في زمانه. مش ناقصنا إلا موتوسيكلات وهتافات. وكنت قليل قوي لما أسأل العساكر اللي موجودين، وكل لما أقول لهم إحنا رايحين فين يا جماعة، لكن برضو ما كانوش بيردوا عليا. واحد قال بصوت هادي كده وكأنه بيوشوشني: يا عم، ده انت مش بس لوحدك، ده احنا ودينا كتير زيك امبارح والنهاردة. وراح كده شاور على دقنه. فأول ما شفته فهمت إن ناس كتير اللي ليها دقن من الكهنة سبقوني على هناك، وعرفت إن أنا مش لوحدي. ولما وصلت للمرج لمحت يافطة كبيرة مكتوب عليها باب سجن المرج. وعند الباب هناك لمحني راجل كده ضخم وعملاق، لقيته بيبتسم لي ابتسامة شماتة وقال لي بصوته الأجش التخين ده: أهلا، هو أنت شرفت؟ وحط إيده في إيدي، بس إيده كانت جامدة قوي. وراح وداني لأوضة المأمور، وهناك فتشوني. والأول مرة أدخل السجن وأفهم يعني إيه تفتيش. قلعوني الشراب وقلعوني الحذاء بتاعي. أنا افتكرت إنهم هيمدوني على رجلي ويدوني علقة، لكن اكتشفت بعد كده إنه مجرد تفتيش، يمكن يلاقوا حاجة كده ولا كده مخبيها، مطوة ولا قرن غزال زي المجرمين. ويكمل كلامه أبونا بولس ويقول: أنا بصراحة مش عارف نظام السجون. راحوا ودوني بعد كده الزنزانة 11، وبعد التفتيش
سمعت صوت الراجل العملاق ده اللي صوته تخين بيقول يا الله زنزانة 11. وسمعت أسماء أساقفة وكهنة، كان فيهم ناس أنا أعرفهم وكانوا كلهم سبقوني، وفي ناس جات بعد كده كمان. أنا شاهد إن طول دراستي للتاريخ الكنسي ما لقيتش أي حاجة زي كده، لدرجة إن الكاتبة المعروفة صفيناس كاظم كتبت مقالة في الصحف وقالت إن اللي حصل ده للبابا وللأساقفة وللكهنة ما حصلش من 1400 سنة. المطارنة والأساقفة والكهنة وكبار الشعب اتساقوا للسجون والزنازين وكأنهم مجرمين. الأنبا بنيامين أسقف المنوفية وهو بلديات الرئيس، قد إيه إحنا حسدناه على إنه هيئة سياسية. والأنبا بيمن أسقف ملاوي، الراجل ده كان دايما في مقدمة الأصدقاء لرجال الدولة. حتى الأنبا بشوي أسقف دمياط كان أسقف مرموق لأنه كان الابن البكر لقداسة البابا. والأنبا فام أسقف تمة اللي ما كانش لسه مرسوم إلا يدوب من كام شهر. والأنبا ويسا زيه، والأنبا أمونيوس أسقف الأقصر. حتى الأنبا بموع أسقف الأديرة القبلية، الراجل ده ما كانش ليه في السياسة ولا ناقة ولا جمل ولا عمل أي حاجة في حياته، وياما اتقال عليه روايات وحكايات. ويكمل أبونا كلامه ويقول آخر زبون بقى شرفنا كان الأنبا تدرس أسقف بورسعيد. كل دول من ضمن اللي اتقبض عليهم مع أبونا بولس. ويكمل كلامه أبونا ويقول اتحول السجن لكنيسة مليانة بالصلوات، كان بيتعمل الصلوات ال7 بتتم في مواعيدها لحد طابور الصباح. على فكرة الكلام ده كله كتبه أبونا بولس في مذكراته اللي اتكتبت بعد كده في كتاب اسمه الأقباط وطنية. ويكمل كلامه أبونا بولس ويحكي الحاجات اللي حصلت معاه، وبيحكي واحدة من الطرايف بيقول من العلمانيين اللي كانوا معانا واحد اسمه الصحفي سمير تدرس. واضح إن سمير تدرس ده كان شخصية ثورجية وقيادية جدا، وكان اختار مكانه في راس الزنازين قرب باب السجن. كان بيتكلم من شباك الزنزانة، والزنزانة كان رقمها 1 وموجودة عند مدخل السجن. أما برج المراقبة والإذاعة بقى كان سمير تدرس كان قاعد في موقع برج المراقبة. سجين مخضرم بقى وليه سوابق كتير في السجون، لكن إحنا مساجين كويرك بيقولوا علينا طازة، يعني أول مرة ندخل سجون. لكن سمير كان بيذيع الأخبار علينا من شباك الزنزانة. محدش يفتكر إن الزنزانة شباكها كبير زي شباكنا اللي عندنا في البيوت، لا، الزنزانة ليها شباك عبارة عن فتحة مساحتها 10 سنتي في 10 سنتي مربعة، وهي دي مدخل الهواء للأوضة، يعني دي بتتفتح علشان تدخل شوية هواء. زنزانتي بالمناسبة كانت محظوظة لأن اللي كان معايا أبونا باسيليوس سدراك، وده كان كاهن المنيا، كان طويل وعملاق جدا. اتفقت معاه إنه هو يشم الهوا في الفتحة اللي فوق اللي هي في الشباك بتاع الباب، وأنا بقى هقعد تحت عند عقب الباب أشم الهوا. كنت بنبطح كده على وشي ووشي في الأرض علشان أشم الهوا العليل اللي كان في المكان الجميل ده. واتعرفنا على مأمور السجن كمان، وبمناسبة الطول والقصر كان في فصل طريف قوي مع محمود الجميل مأمور السجن ومع بعض الضباط. كان جاي يتعرف علينا في أول أسبوع، ووقف كل سجين قدام زنزانته علشان يستقبل المأمور واللي معاه. قدمت نفسي وقلت أنا بولس باسيلي. راح قال لي أهلا وسهلا، عضو مجلس الشعب؟ قلت له أيوة. وراح زميلي العملاق قدم نفسه باسمه وبلده المنيا، فقال له المأمور يعني انت تبع الأنبا بيمن؟ قال له لأ، أنا تبع مطران تاني الأنبا إرسانيوس. فقال له المأمور وده ما جاش ليه معاكم؟ فقال له أبونا أصل يا فندم مطران قصير، أنا أطول منه مرتين، فهم خدونا بالطول. فراح ضحك المأمور وأخد الحكاية دي وبقى دايما يتكلم بيها في كل قعدة مع الضباط. ما كان كل جواب ليه مغزى، وأي مغزى إحنا محدش يعرف فينا إحنا أصلا اعتقلونا ليه. لدرجة إن أبونا قال إن هم اعتقلوه علشان طوله. معاملة طيبة فعلا. بالمناسبة ما ننساش نسجل كلمة شكر وإشادة بمعاملة العميد محمود الجميل مأمور السجن اللي كان لطيف معانا
حاسس بإحساسنا، فاهم ظروفنا وموقفنا. ويكمل أبونا بولس كلامه ويقول: واكتشفنا أخيرا إن زوجة العميد هي دكتورة فاضلة، ليها زميلات طبيبات مسيحيات، ودايما كانت بتوصي علينا. أما دكتور السجن الدكتور مجدي كان لطيف، واتفق معايا في السر إن يديني فرصة أطول من ربع ساعة في طابور الصبح، وأكتر من كده سمح ليا كمان في طابور الليل مع بعض المرضى اللي زي. لكن على سبيل الخطأ غير مقصود اداني علبة شرايط الاختبار بتاعة قياس السكر، بس ما كانتش شغالة، وما كنتش باخد أدوية السكر لغاية ما جاتني غيبوبة سكر، وغيبوبة خطيرة، وقعدوني بالمستشفى على أساس كان السكر في الدم وصل 520، ودي درجة خطيرة جدا، لدرجة إن جسمي اتملى بالأسيتون. وكان نيافة الأنبا بشوي أسقف دمياط بيقولي بعد كده: إحنا كنا شامين ريحة الأسيتون طالع من بقك. شالوني بسرعة وجريوا بيا على مستشفى القصر العيني، وحطوني في عنبر 14. ده كان العنبر الخاص بالمقبوض عليهم، أقصد المتحفظ عليهم. وبعد ما شالوني من المستشفى عرفت إن الزملاء كلهم وقفوا يصلوا في ساحة السجن بالدموع، وصلاة كلها حرارة. خافوا إنهم ما يشوفونيش تاني، وفكروا إن أنا خرجت ومش هرجع. دخلت الإنعاش، قعدت حوالي 10 أيام بتعالج وبصارع الموت، وكانت المباحث بتسأل عني في التليفون كل يوم. كانوا بيتوقعوا موتي ما بين الساعة والتانية، كانوا خايفين ده يحصل، لأني كان مات قبل بأيام الوزير السابق عبد العظيم، وكان برضه في السجن، فهم خافوا إن تحصل حادثة تانية في السجن وتحول السجن لكنيسة، وكانت بتتقام فيه الصلوات السبعة اليومية بتتم في موعدها، وانقلب السجن لكلية إكليريكية، اللي بيوعظ واللي يفسر واللي يقوم بدراسة الكتاب المقدس واللي بيدرس ألحان وتسبحة. وأبونا إبراهيم عبده كان بيعلم الترانيم. ومن العجب كمان إننا قمنا بصلوات قداسات ليلة الميلاد وليلة الغطاس، وكان دي آخر ليلة أشارك فيها وفارق بعدها سجن المرج للقصر العيني. أبونا بولس بيكمل مذكراته بيقول: رسمنا شمامسة في السجن، وكمان سمعنا عن أحداث سعيدة لأبونا صموئيل ثابت ولأبونا إبراهيم عبده، زوجاتهم ولدوا ولد وهم في السجن. الأنباء دي كانت سعيدة جدا لدرجة إن إحنا عملنا سبوع، وخلينا أستاذ جرجس مندوب أسقفية الخدمات يجيب لينا شمع، ونعمل السبوع جوه السجن، وقعدنا نقول الخطب والتهاني وألف ألف مبروك. وكمان مش هنسى الأنبويصة ولعبة الشطرنج. كل اللي كانوا بيلعبوا معاه كانوا بيخسروا قدامه، مفيش مناسب ليه. والطاولة كمان اللي كان القمص سيداروس كان برضو أستاذ فيها، تعبني كتير وحيرني في اللعبة دي. كنت بحاول أنا أنتصر عليه زي أبونا إبراهيم عبده وزي أبونا سربامون عبده، كان برضو مفيش فايدة، مش عارفين نكسبه. وكمان اللي حصل معانا من المعجزات اللي احنا لمسناها في السجن، كان فيه مسجون اتحرقت ايده، وقرر طبيب السجن إنهم يقطعوا دراعه، لكن الأساقفة التمانية والكهنة ال24 أصروا على علاجه على حسابهم مهما كلفهم من مال أو علاج. وكان من بين المعتقلين معانا 7 من كبار الأطباء، منهم الدكتور حلمي الجوهري الراجل الجراح المعروف قوي. طلبنا منهم إنهم يعملوا أي جهد في إنهم يخلوه يخف ويتعالج، وفعلا هم حاولوا، وكلل ربنا محاولاتهم بالنجاح مع السجين، واتشفى، وكان بيصيح ويقول: أنا عايز أبقى زيكم، ويحلف، وقال لهم ما تسيبونيش. روح الأنبا بشوي بقى يصرخ فيه ويقول له: يا حبيبي سيبنا في حالنا، ده احنا جايين هنا بالتهمة دي. ويكمل كلامه أبونا بولس ويقول: ولما نقلونا من سجن المرج للومان وادي النطرون، والحقيقة كانت ترقية لينا، اللومان أحسن بكتير من السجن اللي كنا قاعدين فيه. احنا قعدنا شهر ونص في المرج، لكن الحكومة خافت إنهم يهجموا علينا ويقتلونا كلنا زي ما حصل في الهجوم على الأمن المركزي في أسيوط، فنقلنا المركز أحسن حراسة من المرج.
وفي ساعة بالليل متأخرة ركبونا لوري المساجين المحكم الغلق. احنا رايحين فين محدش يعرف، ولا حتى مأمور السجن عارف، وأقسم لينا ساعتها إنه ما يعرفش، ربنا وحده بس هو اللي يعرف. واخدين العربية ورايحين على فين. فضلنا ماشيين في ضلمة لحد ما وقفنا عند يافطة مكتوب عليها لومان وادي النطرون. الحال هناك كان أحسن بكتير من اللي كنا عليه. غيرنا البرش اللي كنا بننام فيه على الأرض والأسفلت، وطلعنا على سراير حديد، كل سرير ليه 3 أدوار. الدور اللي فوقي أسقف، واللي تحت أسقف، وأنا اللي في النص. وأحمد ربنا ما كنتش بين نارين. في السجن ما كانش في فرق ما بين أسقف أو قسيس أو حتى علماني. الحق يتقال، الأساقفة ال8 كان في ناس متفهمة جدا وواعية، وكانوا بيقدروا ظروفنا كلنا وبيتعاملوا معانا زينا زيهم، ومحدش فيهم أحسن من حد. وبعد 3 أيام في اللومان فاجئنا بكبير ضباط مصلحة السجون جاي يزورنا ويطمن علينا. ولما وصل لنا للعنبر شافنا واقفين بنصلي، قعد استنى في المكتب لغاية ما خلصنا صلاة، وجالنا وقال لنا أهلا أهلا، شرفتوا المكان، أي خدمة، إحنا هنا كلنا في خدمتكم، أي استفسار أو أي شكوى. واحد من العلمانيين سأله وقال له لو سمحت سعادتك عاوزين نعرف إمتى الإفراج. راح رد عليه وقال له يا سيد أنا نفسي معرفش ولا حد يعرف، أنا جيت لقيتكم بتصلوا، صلوا، يا تقلبوها زي ما قلبتوها يا تعدلوها. والكلام ده كان ليه قصد، كان ليه مغزى، لأن السادات كان يدوبك بقاله أيام قليلة مات أشر ميتة. ويكمل كلامه أبونا بولس ويقول من الحاجات والذكريات اللي ما تتنساش إن إحنا من ساعة ما دخلنا المرج وإحنا بنصلي كل يوم الصبح ونسجد 400 مطانية بصوت منتظم كان بيدوي وسط الزنازين، وكنا بنقول كيريا ليسون كيريا ليسون، والصرخات كانت بتزعزع أعمدة السجن بشهادة من مأمور السجن اللي جالنا في يوم من الأيام وكان بيقول إيه اللي انتوا بتقولوه ده؟ دي كلمات يونانية معناها يا رب ارحم. وهنا شهد شهادة تاريخية وقال أنا بحس إن السجن بيتزلزل على مهلكه شوية يا جماعة. المأمور واعي وعارف إن صرخة الإنسان المظلوم عاملة زي الصاروخ اللي بيوصل للسما بسرعة. ويكمل كلامه أبونا بولس ويقول وبعد حادث المنصة جالنا المأمور وقعد يحكي معانا وقال أنا خايف على روحي أنا كمان يا جماعة، لو كنت قلت حاجة وحشة ولا طلعت مني كلمة وحشة. كلنا ردينا وقلنا لا يا سيادة العميد. راح رد وقال أمال مراتي كل يوم وكل ليلة بتنكد عليا ومنكدة عليا عيشتي وبتقولي اوعى تكون عملت حاجة النهاردة في المشايخ النصارى، اعمل معروف يا محمود، ده احنا ما عندناش غير العيلين دول اللي مترجينهم من ربنا. وبصراحة احنا بنشهد مرة تانية ان معاملة السيد المأمور وكل أجهزة السجن كانت معاملة كويسة جدا. الحراس كانوا بيقولوا لينا احنا عمرنا ما شفنا زباين زيكم أبدا. وكان لما بيطلع قرار بالإفراج عن 2 أو 3 مننا كانوا بيتألموا قوي وكانوا عايزيننا محبوسين تأبيدة. وصدق اللي قال مصائب قوم عند قوم فوائد. ويكمل كلامه أبونا بولس ويقول قدرت بنعمة ربنا أستغل أوقات فراغي في السجن وأحط نقاط رئيسية ل4 مؤلفات قمت بطبعها أول ما خرجت وأفرج عني. والكتاب اللي بين إيد حضرتك ده هو آخر كتاب أنا كتبته في السجن، وفي أهم الذكريات والتأملات والتواريخ اللي بتوثق كل حاجة وراء كل سجين. ويكمل كلامه ويقول بصراحة اللي كانت ورايا في السجن هي زوجتي، قبل السجن وبعد السجن وأنا في السجن، زوجتي الفاضلة الشجاعة اللي أنا سبتها لرعاية أختها اللي كانت بتعاني من المرض الخبيث، ورحت أنا لوحدي لبوقير علشان أريح أعصابي شوية. ما كنتش أعرف إن القدر هيلحقني ويسبقني لهناك. أما زوجتي فكانت في بيت أبوها لما فاجئني زوار الفجر وطلبوها علشان يفتشوا بيتها. أخدت أخوها وراحت لهناك، وفي الطريق شافت عجب، شافت حوالين البيت مرشوش برجال المخابرات والأمن المركزي
وكل الرتب، لكن زوجتي المؤمنة ما خافتش من أي حاجة، وراحت وفتحت ليهم باب البيت وأبواب الأوض علشان يدوروا، وفضلوا يفتشوا في كل ورقة من الكتب، وكل الكتب اللي على المكتبة رموها على الأرض. فسألتهم زوجتي: انتوا عايزين ايه؟ قالوا لها: عايزين الأسلحة. قالت لهم: احنا ما عندناش أسلحة، الصليب الكبير هو السلاح بتاعنا، ما عندناش غيره. فانكسفوا قوي، وبعدين رجعوا يدوروا تاني على أي حاجة. واحد منهم قال: لقينا خلاص. بصت زوجتي لقيتهم ماسكين ورق من أوراقي اللي على المكتب، ودي كانت أصول محاضرات اللي كنت بدافع فيها عن عقيدتي. فردت زوجتي وقالت: انتوا بتدوروا على شرايط، تعالوا اهي. وراحت عطت لهم علبة مليانة ب180 شريط. أخدوها وكأن هو ده اللي بيدوروا عليه، علشان يحطوا لي أي تهمة. ويوم 3 سبتمبر 1981 أنا أهلي ما كانوش يعرفوا أي حاجة عني ولا أسرتي. قروا في الجرايد، ودي كانت مفاجأة مذهلة ليهم. حاولوا إنهم يزوروني في السجن، لكن ما نفعش، وحصل كل اللي حصل. واتطورت الأحداث، وجت بعدها زوجتي للزيارة للسجن، واطمنت عليها وعرفت إنها إنسانة شجاعة وإيمانها قوي جدا. ودي اللي قال عليها سليمان الحكيم: امرأة فاضلة. ودي كلها كانت مذكرات أبونا بولس وقت التحفظ، وكان معاه 24 كاهن و8 أساقفة.